أهلا بيكم. كتر الكلام في ال5-7 سنين الأخرانيين عن الروحانيات والطاقة، وإزاي إن أنت تعيش في سلام مع نفسك وتعيش في اللحظة. مفيش حاجة هتخليك تقدر إن أنت تعيش مرتاح قبل ما عقلك يبقى متزن. حتى العلاقة الدينية، ولو انت كنت شخص متدين، لو عقلك مش متزن برضه هتتعب. خليني اوضح لك ايه اللي انا اقصده بالموضوع ده. يعني فصين عقلك يكونوا شغالين بنفس المقدار وشغالين مع بعض، ده بيسلم ده وده بيسلم ده. تخيل كده معايا انت في موقف، والموقف ده انت اتقفلت قصادك كل الابواب وكل الطرق، مفيش اي حاجة تقدر ان انت تعملها في الموقف ده، كل اللي في ايدك تعمله عملته. لو انت شخص منطقي قوي وعملي جدا وما بتعرفش تعيش حالة التسليم والتوكل دي، هتقف عند الموقف ده وتعطل، هتتضايق جدا، هتنشف نفسك لحد ما تتكسر. طب العكس، لو انت شخص يعني عاطفي جدا وبتحب الدنيا كلها تبقى ماشية كده، تقول ايه يعني سلمها طول الوقت، ماشي سلمها لله سلمها لله، وانت ما بتعملش كل اللي تقدر عليه فعلا. اول ما بتقف قصادك عقبة او اول ما بتقف قصادك حاجة انت ما تعرفش فيها، بدل ما تروح تتعلمها بتقول ايه يا عم سلمها لله، تروح تنام. في الحالة دي برضو هتلاقي نفسك بتلف في دايرة مغلقة، نفس الأحداث بتتكرر في حياتك، نفس المصاعب. لو بتتعرض لصعوبات مالية هتلاقيها بتتكرر، لو بتتعرض لصعوبات معينة في علاقاتك هتلاقيها بتتكرر، ولو شغلك واقف هتلاقيه واقف لفترات طويلة. يبقى في الحالة دي برضو انت ركنت تماما على ناحية اللي هي سلمها لله، واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويا عم بكرة تفرج، وما اخدتش بالاسباب الصحيحة. يعني ما بصيتش كده ايه الحاجات اللي ناقصاك هنا، ايه المهارات اللي ناقصاك عشان تتعلمها. شخصين او المثالين اللي انا قلتهم دول، شخصين الاتنين عندهم تطرف كبير قوي في طريقة تفكيرهم، وده يوصلنا للحاجة مهمة قوي اللي انا قلتها دلوقتي، وهي التطرف. احنا احيانا بنفتكر انه معناه ان الشخص يبقى ماسك سلاح وبيطخطخ على الناس، لا. التطرف هو ان انت تبقى رايح لناحية قوي 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 في تفكيرك، بعيد عن حالة الاتزان. يا اما منطقة طول الوقت وكل حاجة ماسك مشرط وعمال تحللها وتشوف اولها من اخرها، وبالتالي عند الحاجات اللي فعلا بتبقى خدت فيها كل الاسباب ومفيش اي نتيجة، لقيتش اي نتيجة، تلاقي نفسك اتكسرت. على الناحية التانية الشخص اللي طول الوقت يعني عايز اقل المجهود، ومفيش مشكلة تبقى عايز اقل المجهود، بس يبقى فيه نوع من انواع التركيز، تبقى عارف انت عايز تعمل ايه، الخطوة الجاية اللي هتعملها. لا، اللي بيسيب كل حاجة ويروح ينام ده برضه متطرف. يبقى مفيش حاجة اسمها روحانية قبل ما يبقى الحتة دي عندك مقفولة، الجاب دي مقفولة. يعني فصين دماغك الاتنين شغالين مع بعض في حالة اتزان. قبل ده كل ده بيبقى روحانية زائفة، وهم، عايش في وهم ومصدق ان انت يعني متدين او قريب من ربنا، او حتى ان انت طاقيا عالي قوي وروحاني قوي. طيب لو عايز خطوة عملية سريعة عشان تبتدي تقفل الجاب دي او الفجوة الكبيرة دي وتوصل لحالة الاتزان، اول حاجة ان انت النسبة الاكبر من تركيزك تبقى مع نفسك. يعني خلينا نقول كده 95% من تركيزك مع نفسك، و5% بس مع الناس. ال5% دي اللي هي بتشمل حياتك اليومية. لو مضطر تتعامل مع الناس في العالم الخارجي، ناس في الشغل، أهلك، ناس في الشارع، خليلهم بس 5% من تركيزك، و95% مع نفسك. انت تشوف لما اللي قدامك بيعمل ايه انت بتتضايق، لما اللي قدامك بيعمل ايه انت بتفرح قوي قوي قوي، وبالتالي بتفقد اتزان عقلك. خلي بالك ان انت تطرفك ده بيخليك ردود افعالك او استجابتك للمواقف فيها نوع من انواع التطرف. تلاقي في حاجات بتزعلك قوي قوي قوي، وفي حاجات تانية بتفرحك قوي 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 قوي. ركز بقى، شوف ايه الحاجات اللي عملت معاك المشاعر العالية قوي دي، ايه اللي اغضبك قوي، ايه اللي زعلك قوي، وايه اللي فرحك قوي، وايه اللي انعشك قوي. شوف الحاجات دي هي الحاجات اللي انت اسير ليها، قافله عليك بمفتاح، هي دي اللي ربطاك في حالة التطرف. ابدأ واحدة واحدة قلل تعلقك بالأشياء دي. يعني اوكي ماشي، الحاجة دي فعلا بتفرح، بس خليني أشوف، يعني أحطها في حجمها الحقيقي.
بتزعل، خليني احطها في حجمها الحقيقي. طيب بالنسبه للناس اللي بتنقد قوي في علوم الطاقه وبتقول عليها تخاريف، طبعا بس الناس دي انا هقول لهم ملاحظه بسيطه. انتوا معاكم حق ان انتوا تشوفوا الموضوع بالنظره دي. ليه؟ لان كل مجال بيطلع علينا لازم بيبقى فيه ناس دجالين يعني. مجال الطب بيبقى فيه ناس دجالين، ومجال الهندسة بيبقى فيه ناس كده، ومجال الإعلام، ومجال كل أنواع المجالات والعلوم أحيانا بتلاقي ناس لعبية، اللي هم بيسموها مانيبيوليتورز أو متلاعبين، اللي هم بيبقوا عايزين يعني يضحكوا على الناس ومبقاش عندهم علم حقيقي وصحيح وخوف حقيقي على الناس اللي قدامهم. لازم نبقى فاهمين إن الطاقة دي، أو لما حد بيكلمك عن الطاقة في جسمك، ما هي إلا مرادف للعقل اللاواعي. عقلك اللاواعي ده اللي هو شغال في الخلفية وانت ما انتش مدرك للي بيحصل فيه. فجأة تبقى قاعد مع مجموعة من الناس مبسوط وكل حاجة، وبعدين تلاقي نفسك اتخذت. عارفين الإحساس ده؟ انت تبقى هتتجنن، انا مش فاهم، مفيش حاجة حصلت. لا، هو في حاجة حصلت وعقلك اللاواعي لقطها، او في حاجة حصلت في عقلك اللاواعي وانت عشان لا واعي بيه فانت اتضايقت. فالعقل اللاواعي هو كل المعلومات والديتا اللي متخزنة في الخلفية عندك في عقلك وانت مش واعي بيها، وبتسبب لك مشاعر وافكار كتير انت مش واعي بيها. هو ده الطاقة، بس بكل بساطة وسهولة. طاقة في جسمك هي عقلك اللاواعي. كل ما زودت الوعي بتاعك وإدراكك لنفسك وعقلك، كل ما قللت حجم عقلك اللاواعي وزودت عقلك الواعي، كل ما قدرت تتحكم في الطاقة بتاعتك من غير ما حد يضحك عليك.